ممبار العيد وجماله. ممبار عادي وممبار كور او اللي هو البوبس. طريقة التسوية بقى وخلطة الرز اللي مدياله طعم تحفة بجد، شكله حلو قوي وطعمه كمان تحفة. اول حاجة بقى انا معايا هنا بصلاية وسط بشرتها كده. اول حاجة هنعملها هي خلطة الرز اللي هنحشي بيها الممبار. اوعدك انك لو عملتي نفس الخطوات دي هتاكلي احلى ممبار. خليكي معايا للاخر هتشوفي عظمة. بعد بقى ما بشرت البصلاية حلة كده، حطيت فيها معلقة سمنة معلقة زيت، اسيبهم لحد ما يسخنوا. بعد كده انزل بالبصلاية المبشورة، انا مش عايزاها تاخد لون. اول ما هتدبل هنزل عليها بصلصة الطماطم، هقلبها تقلبتين كده بس لحد ما تدبل. نزلت بقى بصلصة الطماطم. بعد كده هحط التوابل، ملح وفلفل اسود، كمون، كزبرة، وسنة شطة بسيطة تقدري تستغني عنها، بس يعني هي هتدي طعم كده ايه بسيط. ما زودتش الشطة قوي، على حسب الرغبة. تقدري كمان تعمليه ني في ني زي ما تحبي، بس اللي بيبقى ليه تسبيكة بجد بتدي طعم تحفة. ممكن كمان نحط معلقة سكر صغيرة عشان تبقى خفيفة. اول بقى ما هتتسبك وتاخد اللون الحلو ده اقفل عليها. وهي سخنة بقى كده كان عندي خضرة محشي، شبت وقدونس وكزبرة. لما باجي اعمل خضرة المحشي بعمل بزيادة شوية، بشيل نصها في الفريزر بتنفعني في اي وقت انا مستعجلة فيه. حطيت بقى الخضرة على التخديعة، قلبتها كده تقليبة مع بعض. انا مزودتش الملح، انا حاطه الملح على قد الصلصة بس عشان لسه هنحط ملح للرز. تمام. انا كده معايا كيلو الا ربع من الرز، غسلته بقى وصفيته. حطيت عليه الصلصة، حط بقى التوابل، ملح وفلفل اسود، شوية كمون والبابريكا، الكمون وفلفل اسود والبابريكا. هنقلب بقى كل ده مع بعض. بصوا بقى خلطة بجد هيبقى لونها تحفة، كمان طعمها بقى لذيذ بشكل مش قادرة اقولكوا هي طعمها لذيذ قد ايه. كل اللي هياخد واحدة من براية بجد هيقولك تحفة من جمال الخلطة وطعمها، هيقولولك تحفة. خلطة الرز كده بقت جاهزة معايا. بعد كده بقى معايا الممبار نضفاه كويس. انا مقطعاه وسط، ولا كبير ولا صغير. ده كيلو من الممبار، 3 كبار هقطع 2 وهسيب واحد سليم عشان نعمل بيه ممبار الكور. انا هقطعه وسط، ولا كبير ولا صغير، عشان يبقى سهل كمان معايا في الحشية ما ياخدش وقت. هسيب بقى واحد كده سليم نعمل بيه ممبار البوبس. بعد كده بقى لو عاملة خلطة رز بزيادة ما تحطيش الممبار في الحاجة اللي انت حاطة فيها الرز، عشان لو فضل معاكي رز ما يتزفرش لو حبيتي ان انت تشيليه. نحشي بقى كده الممبار وما نملهوش على الاخر. انا جبت طبق تاني حطيت فيه الممبار اللي انا بحشيه عشان الرز اللي هيقع ده استخدمه ما يترميش. انا شايفة بقى ان دي اسهل طريقة لحشي الممبار، كمان اسهل من القمع، ودي اسرع ان احنا نحشيه كده بايدينا. بصوا بقى عايزينه بالشكل ده عشان ما يفرقعش مننا في الشوربة واحنا بنسلقه. انا بقى حشيت كل الكمية، وادي الواحد السليم اللي انا سبته حشيته كده. وهنربط بقى بالخيط، خيط عادي او الدبارة اللي موجود عندك، نربط ربطتين كده عشان ما يتفكش مننا، وهو اول ما هينزل في الشوربة هيمسك كده وهيجمد. نعمله بقى ايه شكل كور كده، تبقى برضو مش مليانة قوي بالرز بالشكل ده. بعد كده بقى معايا مية مغلية، حطيت فيها طماطمايه وجزرايه ورق لورا حبهان فلفل اسود والملح.
عايزين الممبار كده يتسلق في الشوربة حلوة عشان تبقى مدياله طعم. بصوا بقى اول ما نزلت بالممبار الكور مسك على طول وجمد كده، خلاص الشكل مش هيبوظ خالص، حتى لو الخيط فك وهو الخيط مش هيفك، بس خلاص كده اخد الشكل اللي انا عايزاه. نزلت بقى بكل كمية الممبار، مش هوطي عليه النار ولا هغطيه، مش هغطي الحلة، هسيبها كده لحد ما يتسلق. هو اخد معايا تقريبا ساعة او ساعة الا ربع. بعد كده بقى اطلعه على طول، اول ما يتسلق اطلعه على مصفى، ما سيبهوش في المية المغلية عشان ما يفرقعش. طلعته بقى كده على مصفى. تقدري تعمليه بالحجم اللي انت تحبيه، يعني لو بتحبيه اكبر من كده او اصغر قطعيه التقطيعه اللي انت تحبيها. بعد بقى ما صفيته من الشوربه عشان ما يعملش فرقعه معاكي في الزيت، نصفيه شويه، بعد كده نحمره. ما بياخدش وقت في الزيت خالص، بياخد لون ذهبي بسرعه، مش عايزين نغمقه، عايزين بقى ياخد لون حلو كده. اول ما هياخد اللون الذهبي نقلبه كده على الوش التاني، مش عايزينه يغمق. عايزه اقول لكم بجد كان طعمه رهيب، طعمه كان تحفه جدا، واخد لون وتسويه مظبوطه. الخلطه من جوه يا جماعه بجد طعمها رهيب. اول ما بياخد لون كده بطلعه. كمان بقى هنشوف الممبار الكور وهو بيتحمر، بجد كان شكله تحفه. انا ما حمرتش كل الكميه، انا حمرت على قد ما انا ما محتاجه بس. وتقدري تشيلي الممبار في الفريزر مسلوق، اول ما هيبرد نحطه في علبه ونشيله في الفريزر، وقت ما نحتاج نحمر منه نطلعه يفك بس شويه نص ساعه وتحمريه هيبقى تحفه. بصوا بقى الممبار الكور بجد شكله حلو جدا. بصوا بقى خد اللون الحلو ده. هنشيل بقى الخيط، انا بقص كده بالمقص واشيل منه الخيط هيطلع معاكي بسهولة. بصوا واخد لون حلو ازاي. اتمنى الوصفة تكون عجبتكم، لو عجبتكم ما تنسونيش في اللايك، لو لسه اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة. ان شاء الله تجربوا الوصفة دي هتعجبكم جدا.